بيبدأ المسلسل في صيف 2007. بتكون في مجموعة خارجة للغوص، فبيروح علي لنادية وبيحاول يصالحها، فبتقوله ما كانش لازم تقول لها حاجة وكنت عاوزاك تكون راجل يا علي. فبيجهزوا كلهم وبيكون مع نادية يحيى أخوها، فبتقول نادية لمنى أنا آسفة، وبنلاحظ بوجود قطع في خرطوم الأكسجين. لما بينزلوا بيكونوا متقدمين عنها وبنشوف الخرطوم وهو بيسرب لحد ما بيكبر القطع ومش بتقدر تتحرك، فبيشوفها يحيى وبيحاول يرجع لها لكن بيفوت الأوان وبتموت نادية. وبنرجع مرة تانية للحاضر لما بيظهر يحيى المسجون، وبيكون ده يوم خروجه بعد قضاء فترة العقوبة، وبنلاحظ بوجود عربية فيها 2 بيراقبوه، فبيقابل فتلة صاحبه وبنعرف ان عنده ورشة، وبتكون العربية ماشية وراهم، فبيديله مسدس وموبايل وبيقول له ده عليه كل الصور اللي طلبتها ما عدا البنت الكبيرة لانها سافرت. فبيكلفه يحيى بشغل تاني وهو المصنع. بيوصل البيت وبيفتكر ايام زمان، وبنرجع بالذاكرة وبيقول يحيى علي هو المسؤول، وبيكون واقف مع سوسن ام علي. فبيخرج ياسين ابو علي وبيقول له هتقول انك كنت المسؤول، وان محفوظ المحامي طمنه ان القضية هتكون جنحة، يعني اهمال ادى الى موت، والموضوع مش هياخد غير سنة بس تمنها هيكون كبير وهي فلوس كتير، والسبب ان ياسين مترشح لمنصب وزاري، وان حماية علي ده موضوع مهم. بيوصل شريف صاحبه وبيحاول يقنعه يهرب، وبيقول فكر في والدتك اللي هتموت علشانك. بيقول يحيى مش هينفع، وبعدين انت قريبهم وعارفهم. فبيقول له لو عملت كده انا مش هعرفك تاني، لكنه بيدخل وبيقول انا المسؤول. فبنرجع للحاضر لما يحيى بينتحل شخصية سواق اوبر، وبيبدأ يعرف تفاصيل اكتر عن ياسين، وبيجهز قدامه قنابل ومتفجرات كتير لحد ما بيمر شهر، والعربية اللي بتراقبه بتبلغ انه مش بيعمل اي حاجة غير انه بيروح للشغل وبيرجع للبيت. فبيجي لهم امر انهم يمشوا. في الوقت ده بيكلم فتلة اللي بيجيله وبيديله عربية، فبيوصل لموقف عربيات. وبنرجع مرة تانية للمحكمة لما وكيل النيابة بيقول في شبهة القتل عمد، وده بسبب وجود ضرر مقصود في معدات الغطس. ويحيى بيقول اتكلم يا محفوظ مش ده اللي حصل. فبيقول له ما تقلقش وفي حاجات كتير هتحصل، وهي سنة زي ما اتفقنا، واهم حاجة انك تفضل ساكت. بنرجع مرة تانية للحاضر وبنشوف المحامي محفوظ موجود في نفس موقف العربيات. فبيوصل لعربيته وبيكون هيمشي، بس بيكون يحيى جوه العربية وبيخنقه، وبنعرف انه قضى 15 سنة في السجن. فبيفضل خانقه لحد ما بيحكي له كل اللي حصل، وان التقارير كلها طلعت ضدك ومحدش قدر يعمل حاجة. وكمان بنعرف ان نادية كانت حامل، وده خلى ياسين يزور حملها لان وقتها الحكم كان هيتخفف وهتتأيد قضية شرف، ومحدش كان عارف ايه اللي كنت هتعمله لما تخرج. فبيفضل خانق محفوظ لحد ما بيموت، وبيدخل لمكتبه وبياخد اوراق من الخزنة. في الوقت ده بنروح لياسين وهو في شركته، فبتوصل له رسالة من محفوظ فيها لينك، وبتكون الرسالة هاكر من يحيى. وكمان علي بيكون كبر، فبيقول لعلي ان محفوظ اتقتل ويحيى اللي قتله، وده اللي ترجمه من الرسالة. وبيقول لعلي انا هتصرف، ولازم الحفلة تتعمل في ميعادها بمناسبة الآلات الجديدة. اما يحيى بيكون سامع كل حاجة بتحصل. بعد شوية بيوصل ياسين لبنته ليلى، وفتلة بيجيب ليحيى واحد اسمه صلاح شغال في مصنع ياسين، فبيقول له انا عاوز ادخل المصنع. فبيعرفوا صلاح ان في مكان جديد داخل، لحد ما بيجي الليل وبنشوف 2 مسلحين بيوصلوا ليحيى لكنه مش في الشقة ومشغل مسجل اغاني. اول ما بيحاولوا يقفلوا المسجل بينفجر فيهم، ويحيى بيكون تحت شايفهم، فبيقرر يروح لفندق. وياسين بيبعت رسالة لشخص اسمه خالد بيقول له كلمني اول ما تفتح تليفونك. الحفلة بتبدأ تجهز، ويحيى بيكون سامع كل تعليمات ياسين لحد ما بيجي الليل وبتبدأ الحفلة. وبنشوف فتلة اللي بيكون جوه دخل عن طريق سواقة عربية المعدات، وبيحط فلاشة من يحيى في لابتوب شاشة العرض. وكمان يحيى بيكون مستخبي جوه عربية وبيقدر يدخل للفيلا وبيستخبى. وشريف كمان بيظهر وبيسلم على ليلى. فبيبدأ ياسين يرحب بالحضور وبيعلن عن شراكة أجنبية جديدة. في الوقت ده النور بيفصل وبيرجع تاني، وعلى الشاشة صور نادية. وبعد شوية بتظهر قنابل في المصنع وبينفجر المصنع كله، وصلاح هو اللي ماسك الكاميرا. أما يحيى بيدخل لمكتب ياسين. في الوقت ده بتوصل له ليلى، فبيسيبها وبيكمل اللي بيعمله. بنعرف ان المصنع كله اتدمر. فبيقول شريف هو يحيى عمل كل ده ليه؟ بيعرفوا علي انه كمان قتل محفوظ، وانه ناوي ينتقم لموت اخته منهم، بس انت صاحبه ومش هيقدر يلمسك. ويحيى بيكون زرع كاميرات في المكتب. فبتبدأ ليلى تدور على سبب قتل نادية، بس سوسن بتدخل عليها وبتقول لها مالكيش دعوة وممكن تسافر لاختك وتسيب البلد. فبنروح لخالد وبنعرف انه قاتل مأجور، وبيوصل لياسين اللي بيديله صورة يحيى. فبيعرفوا خالد انه مخترق تليفونه وكمان حاطط جهاز تتبع في عربياتهم. ويحيى بيكون شايف كل اللي بيحصل من كاميرات الموقف. فبتجيله طلبية مرتبة جديدة في الشقة اللي أجرها، وبنعرف ان يحيى اتعلم الهاكر وهو في السجن. اما ياسين بيوصل لعلي وبيقول له تفضل في البيت. في الوقت ده بتوصل ليحيى رسالة على الفيسبوك من اسم بلاك ويدو بتقول له مش علي اللي قتل نادية، هو كان عاوز
عاوز يتجوزها لكنه ما قتلهاش، فبيسألها انت مين لكنها بتقفل. وفتلة بيوصل لشخص وبيطلب منه دقيقة مكالمة، فبيكلم يحيى اللي بيقول له يفتح اللينك اللي هيوصل لحد تاني يوم. وبتحاول سوسن تمنع علي يخرج، لكن بيقول لها انا مش هستخبى زي زمان لما سفرتوني علشان اهرب. فبيركب العربية وبيكون السواق هو نفسه الشخص اللي كان مع فتلة، وطبعا يحيى بيكون مخترق تليفونه. اما ليلى بتروح لشريف وبتحاول تعرف منه اي معلومات عن يحيى، فبيقول لها انا معرفش عنه حاجة من 15 سنة. فبتروح البيت وبتروح لكاميرا مخبيها وبتقول له انا عاوزة اقابلك لاني عارفة مين اللي قتل نادية. وده بيخليه يروح وبيقابلها في المكان اللي اختارته. فبتقول له انا كنت عاوزة اقابلك علشان اعرف الحقيقة واعرف مين اللي قتل نادية. فبيقول لها اسألي ابوكي وامك واخوكي. اما خالد بيقابل ناس شاكك فيهم انهم ساعدوا يحيى، من ضمنهم بيكون صلاح، وبيسأله كنت فين وقت الحريق. بيقول له كنت في البيت، لكن بيقول له انا سألت امك وقالت انك ما كنتش في البيت. وده بيخليه يقلق وبيتوتر. فبيديله هدية يديها لاخته الصغيرة، وده بيخليه يقلق اكتر لحد ما بيجي الليل. وبنشوف علي مع السواق، فبتيجي عربية جنبهم وبيقول له العجلة نايمة. اول ما بيقف يشوفها بينزل يحيى وبيكون وراهم، فبيضرب السواق وبيروح لعلي وبياخده للمقابر. فبيقول علي انا ما كنتش عاوزها تموت. فبيقول له انت غلطت معاها وقررت تخلص منها. في الوقت ده بيضربوا علي وبيخرج مسدس وبيضرب يحيى في كتفه وبيستخبوا من بعض. علي بيكون مستغرب انها ماتت بفعل فاعل، وبيكون علي زعلان بسبب موتها. فبيقول له انت كذاب زي ابوك اللي قتل ابوه بحسرته. فبيستغرب انه جده مات بسبب ابوه. فبنرجع بالذاكره وقت ما نادية قالت له انها حامل، وده خلاه يطلب منها الجواز. بقينا بنقلب بره في كل حاجه الا التحضر، وكل ده بتصوير شريف. وبنلاحظ ان شريف مش مبسوط بالخبر، وده بيخلي يحيى يراجع نفسه. في الوقت ده بيوصل له علي بالمسدس ومش بيرضى يقتله، وبيقول له مش انا اللي قتلتها. بنرجع بالذاكره شويه، فبتقول سوسن انا مش موافقه على الجوازه. وبنعرف ان في مشاكل بينهم زي انهم عاوزين يتطلقوا. فبتقول انا هتصرف مع نادية. اما يحيى بيقع من الاصابه، وبعد شويه بتوصل له ليلى وهي اللي بتعالجه من الرصاصه. وعلي بيسال سوسن انتوا ليه سفرتوني بعد الحادثه؟ فبتقول له بسبب حالتك، وكمان بتنكر انهم يعرفوا انها اتقتلت. وبعد شويه بيفوق يحيى، فبيتكلموا بلاك ويدو مره تانية بان علي بريء وانه هينتقم من الشخص الغلط والقاتل هيفضل هربان، وهي عارفه مين اللي ما قتلش. في الوقت ده خالد بيكون خاطف صلاح وضربه بسبب اللي عمله، لكنه بينكر انه عمل اي حاجه. فبيكسر له ايده علشان يتكلم. وليلى بتوصل ليحيى وبتعرفه انها نقصته امبارح، وبتغير له على الجرح، وعرفت مكانه عن طريق فاتوره المرتبه لما وقعت منه وقت مقابلتهم. وبتكون هنا علشان تعرف سبب قتل نادية، وانها مش فاكره اي حاجه وكانها فقدت الذاكره، وده بسبب صدمه موت نادية. فبتقترح عليه تساعده مقابل انه ما يقربش لحد من عيلتها. فبيوافق لحد ما يعرفوا القاتل، وبيعرفها ان ياسين اجر خالد علشان يقتله. وبالليل بتكون في حفله عند الهرم، وشريف بيوصل بسبب ليلى اللي دعته للحفله. اول ما بيوصل لها بيظهر يحيى وبيقول له ازيك، وفتلة بيكون معاه بيأمن ظهره. في الوقت ده بيظهر خالد وبيكون خد كل المعلومات من صلاح وراقب فتلة من ورشته لحد ما وصل لهنا. يحيى بيسأل شريف عن شرايط فيديو الرحله، بيقول له للاسف الشرايط ما بقتش موجوده. فبيقول له انا بحاول انسى اللي حصل من 15 سنه، وانا الوحيد اللي وقفت معاك وحاولت امنعك لكنك رفضت واعترفت على نفسك. فبيروح لليلى وبيحاول ياخدها لكنها بترفض وبتقول له انا هساعد يحيى. اما خالد بيكون شايف كل اللي بيحصل، وليلى ويحيى بيحاولوا يمشوا لكن ليلى بتشوف خالد. فبيرجعوا من الناحيه التانيه، وده بيخلي خالد يجري وراهم لكنه مش بيلحقهم وبيكونوا استخبوا منه. وفتلة بيعرف باختفاء صلاح، فبيقول لي يحيى لازم تلاقيه لان امه قلقانه عليه، واحنا كلنا ساعدناك فلازم تساعدنا. في الوقت ده بيوصل له صلاح وبيكون متصف في كل حته. شريف لما بيروح بيلاقي ياسين، وبنعرف انه خاله وكمان شغال معاه. فبيساله لو يحيى جاله، بيقول له ايوه وطلب مني شرايط التسجيل كنت مصورها وقت الرحله. فبيقول له اديتهم له؟ بيقول له لا لاني حرقتها بعد الحادثه، وبيطلب منهم يسيبوه في حاله. فبيقول له ياسين انا قررت رفضك من الشركه. يحيى بيوصل لصلاح وبيسمع منه اللي حصل، وفتلة بيكون متضايق. بنعرف ان صلاح قال له على مكان الورشه. فبيقول يحيى والسبب بمجرد ما قلت له بيسكت شويه وبيقول ايوه. فبيقترح فتلة على صلاح ينام في بيته النهارده، وكمان بيقول ليحيى دي نهايه الشغل بينا ومش هكمل. لحد ما بيجي الليل وبيصحى شريف وبيكون محتفظ بشرايط الرحله وما حرقهاش. فبنرجع بالذاكره لما شريف بيوصل لنادية وبيحاول يقرب منها وبيقول لها انا بحبك. فبتقول له لو قربت مني تاني انا هقول لهم على اللي انت عملته. ده غير انه بيتضايق لما بيشوفها مع علي. بنرجع مره تانية مع ياسين، بتوصل له سوسن وبتقول له انت ما بقتش قادر تحمينا، وده بيخليه ينزل وبيقابل خالد. بيقول له كان قدامك وما قدرتش تقتله، ركز مع شريف وهتوصل له. انا اديتك كل فلوسك مقدم ولازم تنفذ. فبيروح لبواب
شريف وبيوري له صورة يحيى وبيقول له أول ما تشوفه كلمني. وشريف لسه بيسمع فيديوهات الرحلة وكانت أمنيته يبقى مخرج ويلف العالم. أما ليلى بتروح ليحيى وبيقول لها أنا حاسس إن الشرايط موجودة مع شريف. فبنرجع بالذاكرة وبنعرف إن نادية قالت له لما نوصل القاهرة هحكي لك كل حاجة، وده قبل الحادثة بيوم. فبتروح ليلى لبيت شريف وبتقول لمراته أنا هاخد الكاميرا وقلت لشريف، ويحيى بيكون تحت البيت مستنيها. في الوقت ده بيوصل البواب وبيشوفه. أما ليلى أخيرا بتوصل للكاميرا والشرايط. في الوقت ده بيوصل شريف للبيت فبيتصل يحيى بليلى وبيعرفها، بس بيوصل لها شريف وبيقول لها مفيش شرايط هتخرج. في الوقت ده يحيى بيوصل لهم وبيقول لازم كلنا نعرف الحقيقة سوا، وبتظهر الفيديوهات وشريف بيصور نادية بس. فبيقوم يحيى وبيقول له انت اللي قتلتها علشان كنت بتصورها وكشفتك. فبيعترف شريف انه كان بيحبها علشان كده صورها، لكن ما يقدرش يقتلها، والشرايط معاك تقدر تراجعها وتتأكد. اول ما بيجي يمشي بيلاقي خالد في وشه، فبيقدروا يقفلوا الباب قبل ما يدخل وبيهربهم شريف من الباب الخلفي. فبيقدر خالد يكسر الباب وبيدخل بمسدس وبيضرب شريف. اما يحيى بيقدر يكسر عربية وبيهرب مع ليلى، وخالد مش بيقدر يوصل لهم. بعد شوية شريف بيفوق وبتكون مراته بلغت الشرطة، فبتقول له انا همشي لحد ما تخلص مشاكلك. والبواب بيكلم خالد وبيقول له الشرطة عرفتك، وما بيكونش عارف ليلى علشان كده مش بيقول له. اما علي بيقول لابوه انت ليه مشيت 300 عامل؟ بيقول له بسبب الحريقة وكنت عاوز امشي نص العمال. فبيكون زعلان لان الناس بقت في الشارع، وكمان بيقول له انت ليه حجرت على ابوك؟ فبيقول له جدك كان زيك عاطفي ودايما بيفكر في غيره، لكن انا اتعلمت لما اخد قرار ما ندمش عليه. ويحيى وليلى بيشوفوا الفيديوهات فبيقول هي المركب كانت فين وقتها، وبيفتكر منى اللي كانت على المركب. وليلى بتحاول تفتكر اي حاجة فبيسألها الشاليه لسه موجود، لحد ما بتوصل البيت وبتلاقي ياسين. فبتسأله انت قاعد كده ليه؟ بيقول لها زعلان لان منى اختك مقطعانة، وكمان اخوك علي اتغير، وسوسن كل شوية عاوزة تتطلق. ممكن ده بيتردلي بسبب اللي عملته مع جدك، بس انا كنت بحبه وهو مات قبل ما يعرف اني بحبه. فبتسأله عن يحيى ونادية بيقول ده بيحصل عادي، ومع ذلك اديت ليحيى فلوس كتير علشان يبعد. اما يحيى بيلاقي نادية بتقول لمنى انا مش بكدب وانتم العيلة. وكمان بيلاقي منى بتقطع في حاجة قبل ما ينزلوا المية. بنرجع مرة تانية وسوسن قاعدة مع نادية، فبتقول لها انت مرات ابني من دلوقت، بس في دكتور كويس ممكن نروح له لما نرجع، او ممكن اخوك وامك يعرفوا الموضوع. لكنها بتلمح بعلاقتها بشخص تاني، وان ياسين لو عرف هتكون في مشكلة. وبتكون ليلى شايفاهم. في الحاضر يحيى بيأجر عربية ببطاقة مزورة وليلى بتكون معاه. اما علي بيطلب من امه تكون جنبه وتساعده، ويحيى بيقرر يروح للشاليه مع ليلى. فبنرجع بالذاكرة وقت ما كانوا رايحين الرحلة، وبنعرف ان يحيى كان معجب بمنى وطلب يطلع الرحلة رغم ان نادية ما كانتش موافقة، وبيقول لو ما كنتش عرفت شريف ما كانش كل ده حصل. فبيوصلوا وبيعرف هو ازاي ممكن الخرطوم يتقطع. بيقول له ان ده مستحيل، لكن لو حصل بيكون في اسطوانة اكسجين احتياطية على المركب علشان اول ما تطلع تاخد الاكسجين اللي فقدته. وبنرجع لما خرجوا ما لقوش المركب، فبيوصلوا للشاليه وبتفتكر ليلى شوية ذكريات، وكمان يحيى بيفتكر ذكرياته مع منى. وبنعرف انها كانت بتحتفظ بالحشرات الميتة علشان تشرحها، وان الناس شايفاها غريبة. فبيفتح الصندوق القديم وبيلاقي سكينة صغيرة، وليلى بتفتكر المحادثة اللي حصلت بين سوسن ونادية وخرجت وراهم، ونادية بتقول لسوسن انت خاينة وبتنزلي تقابلي راجل من ورا جوزك، لحد ما بتقع وبيوصل لها يحيى وبيهديها. وفي تاني يوم بيقرروا يمشوا، لكنهم بيقابلوا حارس الشاليه لكنه بيخرج التليفون بيعمل مكالمة. يحيى مش بيحكي ليلى اللي لقاه في الصندوق، وكمان ليلى مش بتحكي له اللي افتكرته. اما ياسين بيقابل خالد وبيقول له الحارس كلمني وقال انه هناك، وانا كلمت ناس في الشرطة توقفه. فبيقول له احنا لازم نعرف مين البنت الاول وبعدين هنعرف نتعامل مع يحيى، ولو ما قدرناش عندي طريقة تانية. اما فتلة لسه مخصم مع يحيى، فبيحاول صلاح يصالحهم على بعض، وان خالد قال له انه مش هيسيب يحيى غير لما يقتله. في الوقت ده بيوصلوا للكمين وبيطلب بطاقة ليلى لكنها بتقول انا نسيتها. فبيقول لهم اركنوا على جنب، وده بيخليه يترجم انهم عاوزين يعرفوا هي مين. فبتكلم علي علشان يتصرف. بعد شوية بتوصل لهم الرخصة وبيمشوا، وبتوصل لياسين اخبار انهم مشوا فبيتضايق. وكمان علي بيتعاون مع شركة اجنبية بانه عاوز يأسس مصنعه الخاص باسمه، وده بمساعدة سوسن اللي بتقوله لازم ياسين يفضل بعيد. لحد ما بيجي الليل وبيوصلوا، وبنلاحظ انها اعجبت بيحيى. وخالد بيقابل صلاح وبنعرف ان هو اللي قال له يصالح فتلة على يحيى، وكل ده علشان يوصل ليحيى عن طريقه. صلاح بقى مرشد. وليلى بتوصل البيت وبتفتكر لما كانت
الصغيرة وقت ما دخلت على سوسن وهي بتعيط بسبب موت نادية. فبتصحى سوسن وبتتفاجئ ان ليلى افتكرت شوية حاجات عن زمان، وبتقول لها انت دخلت المستشفى بعد الحادثة وموت نادية او مجرد اننا بنفتكرها كارثة. فبتقول لها انا مش هقدر انساها ولازم اوصل للحقيقة. اما يحيى بيراجع شرايط الفيديو وبيتخيل ان منى هي اللي عملت القطع. في الوقت ده بنروح للمطار وبنشوف منى اللي وصلت مصر، وبنرجع شوية الفندق مع سوسن وعشقها وهو بيقول لها انت خلاص هتتطلقي وبعديها هنتجوز، بس بتكون متضايقة لان نادية شافتهم وانها هتمنع جوازها بعلي باي شكل. فبيقول لها لازم تسيبي ولادك يختاروا زي ما اخترتيني. فبتروح وبتقابل ياسين وبتقول له لازم الولد ينزل وعلي ونادية ما يتجوزوش. لحد تاني يوم وبتوصل ليلى ليحيى ومنى بتوصل وبتسأل عن ليلى. فبتقول لها في التمرين وبتسأل هي ليلى شافت حاجة تانية قبل الحادثة، بتقول لا، وبتكون هتقعد في فندق، وان سوسن عارفة ليه هي رافضة تقعد في البيت، ويحيى لسه محتفظ بالمليون جنيه بتاعت ياسين، وان امه ماتت بحسرتها ورفضت تصرفهم. فبتكلمها منى وبتعرفها انها وصلت القاهرة، واول ما بيعرف يحيى بيتفاجئ لحد ما بتقابلها منى وبتعرف انها بتقابل يحيى وكمان بتساعده لانها عاوزة تعرف الحقيقة. فبتقول لها هتتجنني اكتر لو عرفتي، وانك في نعمة لانك نسيت اللي حصل، بس بتصمم تعرف. وده بيخلي منى تقول لها هقولك الحقيقة لكن بشرط تسيبي كل حاجة وتسافري معايا، بابا هو اللي قتل نادية. في الوقت ده فتلة بيقول لصلاح انه هيقابل يحيى، فبيحاول يروح معاه لكنه بيرفض لحد ما بيقابله وبيصالحوا يحيى وبيكونوا عارفين بعض في السجن. لما اتدخل فتلة وتعور في وشه بسببه وكان زعلان منه لانه شك في صلاح، وصلاح بيكون مراقبهم. فبيقول له عاوزك في مشوار لحد فندق منى. من ناحية تانية شريف بيقابل علي وبيحاول يشغله معاه في مصنعه، بس بيرفض وبيقول انا هعمل اللي بحبه وهو ان انا اسافر. لحد ما بيوصل الشركة وبيلاقي الشركة الاجنبية مع ابوه، فبيقول له ابوك اذكى منك وقدم عرض قوي، وياسين بيقول له انت خسرتني نص اللي كنت هكسبه. فبيرفضه من الشركة، وكمان بيقول له انت بتساعد يحيى من ورانا لانك خرجته من الكمين. فبيفتكر ان ليلى هي اللي كلمته، وكمان بيقول له مش عاوز اشوفك في البيت. اما خالد بيعلق صلاح لانه بعته مكان غلط ومرضاش يخون فتلة، فبيفضل يقول له هتكلم، ويحيى لسه معاه السكينة وبيفتكر كلام المحكمة بان القطع تم عن طريق اداة حادة. بعد شوية بتوصل صورة السكينة من يحيى لمنى، وبتكون هي بلاك ويدو اللي بتكلمه على الماسنجر. فبيتصل بيها وبيقول لها منى هي اللي قتلت، وبيوصل لها موظف وبيقول لها في شخص منتظرك تحت. اول ما بتنزل بيكون ياسين هو اللي مستنيها ومش بترضى تسلم عليه، وبيكون مش عارف هي ليه بتعمل كده. فبتقول له انت سبب كل حاجة وحشة في حياتي ومحدش خاف عليا غير واحد، وانت السبب اللي حصل له، الاحسن انك تعترف بالحقيقة علشان نرتاح كلنا. وبتسيبه وبتمشي. اما ليلى بتجهز شنطتها علشان تسافر، فبيوصل لها علي وبيسألها عن يحيى، وده بيخليها تعترف انها بتساعده وانها خلاص عرفت اللي حصل. فبتعرفه ان ياسين هو اللي قتل نادية وان يحيى لسه ما يعرفش. ومنى بتجهز نفسها وبتكلم ليلى، لكن بيوصل لها يحيى وبيقول لها قتلتيها ليه وانك السبب في كل اللي حصل. من ناحية تانية بنشوف خالد اللي وصل للفندق، ومنى بتقدر تضرب يحيى لحد ما بيخنقها بس مش بيرضى يموتها. فبتقول له مش انا اللي قتلت نادية. وصلاح بيكلم فتلة وبيقول له اللي عمله. فبيوصل لهم خالد وبينادي عليه، وده بيخليه يخبي منى، وفتلة كمان بيطلع له. فبيقول له خلاص نهايتك قربت يا يحيى وانا اتصرفت مع الكاميرات. في الوقت ده بيوصل له فتلة وبيضربه بالسكينة، وبيخرج يحيى وبيساعده، لكن خالد بيقدر يصدهم وبيضربهم هما الاتنين لحد ما بيهربوا منه. فبيوصل لهم وبيضرب فتلة بالنار، وبعد شوية بتوصل الشرطة فبيهربوا وبيفضل فتلة اللي مات. بنرجع تاني لما بيقول ياسين لازم الولد ينزل، وده بيخلي نادية تقول ان سوسن على علاقة بشخص تاني. فبيقول لها مالكيش دعوة واخرجي، وبيقول لسوسن تقطع علاقتها بالشخص ده وانها هتبعد عنه لحد ما واحد فيهم يموت. فبنرجع تاني ويحيى شايف جثة فتلة وبيكون متأثر لانه صديقه الوحيد، وخالد بيخيط رجله اللي اتعورت، واصلا هو نزيل في الفندق وجي امر باخلاقه. فبيبعت لمنى رسالة انها تمسح الرسايل وما تقولش لحد حاجة علشان عيلتها. في الوقت ده بتوصل ليلى وعلي وبيشوفها خالد وبيفتكرها، فبتسألها هو اللي حصل ليه علاقة بيحيى، مش بترد. وخالد بيكلم ياسين وبيقول لازم اقابلك، يحيى كان تحت ايدك طول الوقت. اما يحيى بيروح لصلاح وبيضربه، فبيكلمه خالد وبيقول له يحيى يعمل ايه. بعد شوية بنشوف شخص ماشي وخالد ماشي فوقه، فبينزل وبيضربه بالسكينة في ظهره لكنه بيكون صلاح وبيضحك. فبتيجي رصاصة لخالد في قلبه وكمان اكتر من رصاصة، وبيكون يحيى هو اللي بيقتله وبيوقعه من السطح، وصلاح سايح في دمه وبيقول انا دلوقتي مرتاح. ياسين بيكلم خالد ويحيى هو اللي بيرد عليه وبيقول له انا جاي لك وهي
قربت. أول ما بيروح بيلاقي ليلى، فبتحاول تعرف منه اللي حصل، وده بيخليه يقول لها اللي بيقرب مني بيموت، الأحسن إنك تبعدي لأن كل اللي أعرفهم ماتوا وأنا لسه معرفش القاتل. فبتتضايق لما بتعرف إنه استغلها علشان يوصل لمنى، وبتخرج وبتسيبه لحد تاني يوم وبتروح منى للنيابة. فبيقول لها هل ليكي علاقة باللي حصل؟ بتقول لا، لكنه بيقول آخر شخص كلمه خالد كان والدك. بعد شوية بتخرج منى لعلي، فبيوصل ياسين وبيسألها قالت إيه؟ بتقول له ما قلتش حاجة بس أنا عارفة إنك قتلت نادية. فبيطلب وكيل النيابة أقواله، لكنه بينكر أي صلة ليه بخالد وإنه مجرد عرض عليه وظيفة مدير أمن. أما يحيى بتجيله رسالة من منى بتطلب منه تقابله وهتحكي له على كل حاجة. وياسين بيروح وبيقول لسوسن أنت لازم تحكي لمنى الحقيقة أو هقول لها أنا، لأني مش هتدبس في الموضوع لوحدي وهي فاكرة إن أنا القاتل. ويحيى بيوصل للسينما وبيفتكر أيام زمان لما قابل منى هناك. فبتوصل له منى وبتقول له أنا ما قتلتش نادية وإن ياسين هو القاتل، وهي كانت بتنصحها ما تنزلش المية اليوم ده، بس نادية ما قبلتش منها أي كلام وكمان عرفتها بخيانة أمها. فخدت المركب ورجعت علشان تسأل سوسن هل كلام نادية حقيقي، لكنها أنكرت. بس انتم رجعتوا وكانت نادية ماتت. لحد بالليل شفت ياسين بيدفن حاجة، وأول ما نزلت لقيتها السكينة بتاعتي، فعرفت إن ليه يد في موت نادية وده خلاني أشيل السكينة وأخبيها. وكمان سوسن هددتني لو اتكلمت كلهم هيتحبسوا، وبتقول له أنت السبب لأنك وافقت، بس أنا غلطت كنت لازم أقول الحقيقة حتى لو هخسر عيلتي كلها. فبيعرفها إنه خلى ليلى تساعده بسبب إنه كان شايفها فيها. فبتوصل البيت وبتروح لها ليلى وبتقول لها أنت رجعت ليه؟ علشان خايفة عليا من يحيى ولا لأني معاه؟ بس بتقول لها خلاص الكل عرف وكان لازم يحيى يعرف لأنه كان هيقتلني امبارح وكان هيقتل علي قبلها، وكده كده ياسين عمره ما خاف علينا ولا حبنا. في الوقت ده بيوصل علي وبيقول سوسن عاوزانا. فبتقول لهم خلاص ياسين بقى خطر علينا. بس منى بتستغرب لأنها حكت لها زمان لكنها ما عملتش حاجة. فبتقول لأن دلوقتي الخطر كبر وجه الوقت نريح ياسين ونرتاح. ياسين بيكون مع المحامي وبينكر أي صلة بخالد، وأول ما بيروح الشركة بيلاقي سوسن وعلي وبيكونوا أعضاء مجلس الإدارة. فبتقول احنا قررنا عزلك عن الإدارة وإن علي هو اللي يتولى إدارة الشركة. وكمان بنعرف إن علي شاف ياسين وهو مع خالد وصورهم. فبيخرج وبيركب الأسانسير، لكن أول ما بينزل بيلاقي سوسن بتقول له كفاية كده ومحدش هيصدقك لما تقول إن أنا اللي قتلت نادية، واقبل اللي قلته لك وامشي. بس بيرفض وبيقول أنا موافق أدخل الحرب. وبنشوف يحيى وهو وراه بالعربية، وبنرجع بالذاكرة لما سوسن بتدخل على نادية فبتهددها إنها تفضحها في كل مكان بسبب خيانتها. الحاضر ياسين بيقابل ليلى لأنها أقرب واحدة ليه، فبتقول له أنا عاوزة أعرف الحقيقة. بيقول لها أمك هي اللي جات لي بالسكينة واللي أنا عملته علشان أحميها وأحميكم، وتقدري تروحي وتسأليها ومش هتقدر تنكر. فبتكلم أمها وكمان إخواتها وبتطلب تقابلهم. ويحيى بيخبط عربية ياسين وبتتقلب من على الطريق، فبينزل بمسدس يشوفه وبيخرجه وبيفضل يضرب فيه، لكنه بيقول مش أنا اللي عملت كده وممكن تقتلني لكنك مش هتعرف الحقيقة. في الوقت ده ليلى بتواجه سوسن قدامهم وده بيصدمها، وياسين بيقول له من يومين ما كنتش هقولك حاجة لكن بعد كل اللي حصل لازم أقولك. أما سوسن بتقول هو هددني ودي مجرد كدبة، ومين اللي يقدر يقتل أنا ولا هو؟ مين اللي أجر شخص يقتل؟ في الوقت ده بتبدأ ليلى تفتكر، وبتفتكر سوسن وهي معاها السكينة وكمان شافتها وهي بتقطع خرطوم الأكسجين. فبتقول كل حاجة بتقول إن انتي وأنا شفت كل حاجة وافتكرت. في الوقت ده بيدخل ياسين مع يحيى وبيقلبوا على ليلى لأنها ساعدته، بس يحيى بيقول أنا هنا علشان أعرف الحقيقة. فبيبدأ يحكي ياسين وهو وقت ما وصلت نادية وهي ميتة ودخلت عليه سوسن بالسكينة وهي اللي قطعت خرطوم الأكسجين، فبتترجاه يساعدها علشان الأولاد وده خلاه يخبي السكينة، وبيكون زعلان بسبب اللي حصل ليحيى لكنه مضطر. بس بتقول له سوسن أنا كنت بحميكم. فبيقول يحيى كنت بتحميهم من مين؟ من بنت صغيرة، من ولد عنده 18 سنة. فبتبدأ تفتكر ليلى أكتر اللي حصل لما حكت لها نادية عن خيانة سوسن لياسين وده خلاها تعيط ومشيت وسابتها وحكت لسوسن كل اللي قالته نادية. فبتقول لها دي كدابة ولازم تبعدي عنها ومش لازم تكون وسطنا خالص. فبتقول سوسن أنا اللي قتلت، وبيسألها يحيى قتلتيها ليه؟ بتقول هددتني وإنها قالت هتفضحني واتكلمت مع ولادي عني، ونادية أساسا كانت رافضة تروح البحر بس لما كلمتها ليلى قررت تروح وده ضايق ليلى وقالت لها انت شريرة. وسوسن بتقول لازم الأم تضحي علشان أولادها. فبيزق يحيى ياسين وبيمسك السكينة وبيضرب سوسن في رقبتها. فبنرجع تاني لما ماتت نادية. بعد شوية وصلت سوسن لليلى وهي بتعيط وبتكون ليلى هي اللي قطعت حبل الأكسجين وبتقول لها ما كانش قصدي، أنا كنت عاوزة أشيل الفراشة لأني زعلانة منها ودي رسمت
ابتسمتها من حبها فيها، فبتقول لها سوسن اوعي تحكي لحد تاني وده هيفضل سرنا. فراحت لياسين وفهمته انها القاتله، ودخلت ليلى المستشفى علشان تتعالج من الصدمه، وكانت زعلانه لانها بدات تنسى كل حاجه، بس بتطمن لما بتعرف ان ده هيفيدها. ولكن الدكتور بيقول دي مش حاجه كويسه، ده ممكن تبدا تفتكر واحده واحده، وممكن تفتكر حاجه هي عملتها في صوره شخص تاني. اما ياسين بيسحب خنجر وبيضرب يحيى في ظهره، فبيضربوا يحيى في رقبته، وعلي جاب مسدس وضرب رصاصه في اتجاه ياسين، وبيموتوا هما التلاتة. طبعا كل ده وليلى افتكرت اللي حصل. ولحد هنا بينتهي المسلسل بتاعنا. بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معنا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد، وتدخلوا تتفرجوا على باقي الفيديوهات لانها اكيد هتعجبكم. دمتم في امان وسلام. سلام.